عشان مصدر التوليب الحقيقي، يعني التوليب اصلا مش هولندي. اهلا بيك في هولندا، اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف امبابي، والنهارده هاخدك معايا في رحله من قلب حقول التوليب الهولنديه. خليك معايا عشان تعرف اسرار التوليب الهولنديه، وهل التوليب ديت حاجة هولندية فعلا ولا سارقينها من مكان تاني. خليك معايا وشوف الطريق من اوله لاخره، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. يلا بينا نبدأ الرحلة سوا. Stood tall with my back against the wall. 10 toes down, they expected me to fall. Didn't see a soul when I sacrificed it all. Where they at now, cause I can see them when I ball. I'm going in, I'm going in, I'm going in. I got dependents who depend on me to win. Bet on myself, so I just double up again. I'm going in, I'm going in. يلا بينا نروح نتفرج على شوية ورد كده هوت. توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. دلوقتي واقف قدام حقول التوليب. الحقول ديت يعني المفروض انها تكون مليانة بالزهور وبالورد وبكل الحاجات الحلوة ديت، بس للأسف زي ما انت شايف كده فاضية. فانا جبت واحد كابتشينو. انا قلت اللي هو انزل في المكان دوت الحقول اللي هي المجانية، يعني انا في الريف الهولندي يعتبر دلوقتي. بس بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين المنظر؟ شايف المنظر عامل ازاي رغم ان المكان فاضي؟ يعني شايف المنظر، شايف الروقان، شايف الجمال. سبحان الله ما شاء الله بجد. هنشوف بقى يعني فين الحقول اللي هي السياحية. الحقول السياحية ديت بعيدة شوية. الحقول السياحية ديت بتروحها وبتدفع تذكرة كأنه بارك يعني كده هوت، وبتقوم داخل تتفرج. يعني الفيديو دوت هيكون بس لحقول الطلب. انا هطلع دلوقتي بقى للمكان السياحي اللي انا متأكد 100% انه فيه حقول الطلب هناك، وخلينا نروح ونستكشف كده هوت ونشوف هنوصل لحقول الطلب هنا في هولندا ولا لا. فانا قلت المكان دوت جنب مني، فانا يعني اللي هو هستسهل واجي اصور هنا، بس لقيته فاضي، يعني فاضي يعني ما فيهوش حرفيا اي حاجه. فان شاء الله انا دلوقتي رايح للمكان بقى اللي هو يعني فيه حقول جامده جدا وفيه حاجات كتير جدا، ويا عالم بقى هتكون لسه موجوده ولا اتشالت. انا هسوق دلوقتي بتاع ساعه ونص كده، وساعة ونص ديت هنا في هولندا يعني مشوار. هنا في هولندا يعني بالظبط 80 كيلو. هسوق 80 كيلو عشان اصور لك الفيديو دوت. والبنزين هنا ايه، مولع نار، فما اقولكش بقى. فيا ريت ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتعليقك الحلو. سبحان الله، قفلت الكاميرا من هنا وبقول يعني انا دبيت المشوار ده كله على الفاضي ومش عارف ايه، وبصراحة اتضايقت شوية والله العظيم. الحمد لله الحمد لله، ربنا بيحبني. شوف ورايا ايه، شوف ورايا ايه، شوف ورايا ايه. بس هنا في بتاع كده هوت يعني بصراحة خايف انط رقع في المية. في زي عاملين زي ترعة كده هوت، عشان هنا بيسيبوا يعني برضو ساعات الحيوانات بتاعتهم، البقر والحاجة بتاعتهم، عشان فحافرين هنا المكان دوت وحاطين فيه مية عشان برضو منها يسقوا الزرع بتاعهم، ومنها الحيوانات بتاعتهم البهايم بتاعتهم ما تعديش الطريق. نتهور وننط. انا بصراحة فرحان. نتهور وننط، نتهور وننط. ناخدها ولا ايه؟
شكلي هتهور ونط بصراحة. اوعى بس نقع، اوعى بس نقع. شكلنا هنقع ولا ايه؟ اوب، عديناها بسلام الحمد لله. ايوه، ادي حقول التوليب. بسم الله ما شاء الله. شايفين الالوان؟ شايفين المنظر؟ والله المكان تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني بجد تحفة. اهلا بيك في هولندا، بلد الزهور الجميلة، بلد التوليب. وعلى فكرة في معلومات كتير هقولها لك عن التوليب وعن هولندا، ويعني ايه مصدر التوليب الحقيقي. عشان مصدر التوليب الحقيقي، يعني التوليب اصلا مش هولندي، بس هولندا معروفة بيه. هقول لك مصدر التوليب الحقيقي كمان شوية. بس ما شاء الله، الله اكبر. شايفين المنظر؟ شايف المنظر؟ بجد المنظر تحفة خرافي. ايه رأيك نطير الدرون وناخد لنا كام شوت حلوة كده؟ شكلي هطير الدرون. بصور كده، انا دلوقتي بصور بالتليفون. زوم كده اهوت. ناخد لنا زوم كده اهوت، كلوز اب، عشان تشوف منظر الورد والجمال. بسم الله ما شاء الله، المنظر تحفة. ماشي، انا صورت دلوقتي شوية بالتليفون، وصورت برضو شوية بالتليفون وشوية بالكاميرا. هشوف بقى هنرجع ازاي، عشان النزولة سهلة، بس هنرجع ازاي. وهطير الدرون، ناخد لنا برضو شوت حلو كده بالدرون. بسم الله يا رب، يا رب ما نقعش. هو احنا شكلنا هنقع هنا ولا ايه؟ الحمد لله جت سليمة. طيب انا لسه دلوقتي مصور بالدرون، وبصراحة المنظر خرافي خرافي خرافي. يعني انا بجد مش قادر استنى لغاية لما اشوفه بعد الايديت. المهم، المكان دوت يعني حرفيا زي ما انت شايف كده على الشارع ببلاش. بتيجي تفرح نفسك وتفرح عينك ببلاش، ولا بتدفع سنت ولا بتدفع جنيه واحد. المهم، احنا دلوقتي هنروح لمكان تاني فيه يعني حاجات اكتر من كده بكتير. خليك معايا عشان لسه الفيديو ما خلصش. خليك معايا. شوف يا صديقي، وانا يعني ماشي بالعربية، يعني لقيت المنظر ده برضو. يعني بصراحة برضو ما شاء الله منظر يفرح القلب. بس هو مش توليب، ولا اعرف ايه النوع دوت. بس شايف الالوان؟ بسم الله ما شاء الله، يعني بجد حاجة يعني تفرح القلب. طيب انا برضو يعني قلعت الجاكيت، لا تفتكر دوت يوم تاني ولا حاجة. انا قلعت بس الجاكيت عشان الشمس طالعة، والنهاردة الجو حلو والدنيا ربيع. قفل لي على كل المواضيع ويلا بينا، عشان احنا شكلنا الفيديو دوت هيطول قوي مننا وهيبهوأ خالص. بس المهم والاحلى انه حرفيا يعني فيديو يعني مليان مناظر حلوه. وانا بصراحه مش عايز اقف تاني خلاص، لان لسه الطريق قدامنا طويل، لسه ساعه وشويه. مش عايز الوقت يضيع على الفاضي. عايز على قد ما اقدر اصور حاجات حلوه. ولو انت مثلا جاي هولندا ممكن تبعت لي تكلمني، وان شاء الله اعرف افيدك واوريك الاماكن. يعني الاماكن اللي عمرك ما تتخيلها ولا تتخيل انك تروحها. واحلى حاجه في الموضوع دوت ان الاماكن ديت يعني مفتوحه كده اهوت في الشارع، يعني مش محتاج في خرفان هنا. بسم الله ما شاء الله. ممكن انزل اصورهم. لا انا لسه قايل انا مش هنزل تاني. في شويه بهايم، غنم، خرفان وبقر وحاجات من دهيت. المهم، لو انت جاي هولندا ابعت لي، وانا ان شاء الله يعني هفيدك هنا واوديك الاماكن اللي هي يعني يعتبر ببلاش، فور فري، عشان يعني ما تدفعش كتير، يعني تستمتع باكتر وقت ممكن وباقل التكاليف. يعني ممكن اصلا كل يوم اوديك مكان، والاماكن ديت يعتبر مش هتشوفها اصلا غير لما تدفع لها. انا هوديها لك ببلاش، مش هتدفع جنيه واحد.
طيب يا صديقي الصدوق، انا دلوقتي ركنت العربية هنا هوت وهنكمل مشي، عشان انا هنا هوت في المكان دوت التوبن فيستيفال لوكاتسي دوت، يعني يعتبر فيستيفال كده هوت لحقول التوليب. فهنخش دلوقتي ونشوف ايه الدنيا جوه. شوف بقى كل ديت حقول توليب، هي يا اما اتشالت يا اما لسه هتطلع، بس اللي انا اتوقعه انها بالفعل اتشالت. وهنا هتلاقي برضو في توليب موجودة اهي، فاحنا هنخش هنا ونتفرج. ده ايه دوت؟ ايوه، يلا بينا يلا بينا. هو دوت المكان اسمه توبن فيستيفال نورث اوست بولدر. عايز تبقى تيجي هنا بكل سهولة. هنا المكان هنا ما ينفعش تخش فيه بعربيات او بمواصلات او اي حاجة، فانت يعني عشان تيجي هنا المكان دوت بالذات لازم تكون عارفه. شوف الجمال، بسم الله ما شاء الله، الالوان يعني بجد تحفة، حلوة الحمرة دي. لا وعاملينها منظر، يعني شايف منظر وقلب وحركات، ويعني ما شاء الله. معلومة ظريفة بقى خالص يا حبيبي، يعني شايف اللي ورايا دوت؟ اللي ورايا دوت الجرار. جرار يعني انت بتقول جرار، يعني الجرار يعني وماله، يعني ماله الجرار ده؟ اهو الجرار دوت بتمن 4 لامبورجيني ب1.5 مليون يورو. عارف يعني ايه 1.5 مليون يورو لجرار؟ جرار. شايف يا صديقي الجمال؟ شايف بسم الله ما شاء الله. يعني رغم ان انا بصراحة في العموم يعني مش بحب الورد، او مش حكاية مش بحب الورد، ما فيش حد ما بيحبش الورد، بس اللي هو يعني مش بشتري ورد. انا بحب اللي هو يعني اشوفه واتفرج عليه اقطفه، انما ان انا اشتري ورد دي بصراحة يعني بالنسبة لي حاجة ما تحصلش. طيب وانت عايز تعرف هما ليه حاطين هنا حبل ومش عارف ايه، ويعتبر قافلين المساحة دي كده اللي ورايا دي كده كلها؟ هقول لك قافلينها ليه. قافلينها عشان كل المنطقة دي كده لغاية ورا خالص كل ديت مليانة بذور توليب. وهنا طبعا يعني دوت، يعني مش هقول لك دخلهم الاساسي، بس اللي هو جزء من دخلهم الاساسي تصدير الورد. يعني شوف كل الورد دوت بيتشال وبيتصدر، عشان كده برضه هولندا مشهورة بالورد بتاعها وبالاخص التوليب. طيب معلومة ظريفة لسه واخدها من اخينا اللي ورايا دوت، البتاعة ديت فيها بنزين، بس مش اي بنزين، البنزين اللي فيها بنزين هليكوبتر، لان في هليكوبتر كل شوية بتنزل هنا وبيقوموا يعني طالعين تاني واخدين لفة كده من فوق بالهليكوبتر. انا طبعا مش هأجر هليكوبتر عشان اخد لفة 6 دقايق 12 دقيقة او 20 دقيقة. انا معايا الدرون اهو، يعني هنا بتاعت الهليكوبتر ديت. بس المهم انا مش هاخد لفه بالهليكوبتر، انا معايا الدرون، لو عايز اطير اشوف بالحاجه من فوق هطير واشوف الحاجه من فوق. بس الفكره ان انا هفضل هنا مستني شويه كمان عشان اصور لك الهليكوبتر. وسر بيني وبينك، انا بجد غلطان ان انا قلعت الجاكيت عشان الدنيا شمس والجو يبان انه جميل، بس انا متلج حرفيا متلج بجد. الجو ملوش كتالوج. يلا مش مهم، فداك حتى لو اخدت برد برضه فداك عادي. ما تنسانيش بقى باللايك والسبسكرايب والشير والحاجات اللي انت عارفها دي. معايا الهليكوبتر جد. لنا بقى الصورة كده اهوت والهليكوبتر ورانا. انا مش عارف لو سامعني ولا لا، بس الصورة ديت لوحدها خرافية تستاهل والله. ادي الهليكوبتر اهي. انا شغلت دلوقتي النويز كانسليشن
المفروض تكون سامعني دلوقتي. هم دلوقتي اهو بيقفل الباب وهيطيروا. لا بصراحة حتى لو مركبتهاش بس الموضوع خرافي. يلا خلينا بقى نمشي هنا عشان نمشي كده اهوت، يعني هنلف ونمشي من ورا عشان في شوية حاجات عايز اوريها لك. خليك معايا. شايف ورايا الخرفان دي كلها؟ يعني شوف شاورما قد ايه. يعني انت مثلا قول لي ليه ما تخشش جوه، هقول لك شوف. شايف السلك دوت؟ السلك دوت متكهرب، يعني اي حركة هنرقص هنا اهوت، يعني اي حركة هنرقص هنا اهوت. وكده كده يعني ممنوع نخش هنا وفي ناس، فانا مش هغامر المغامرة ديت بصراحة. للأسف ما توفقناش ان احنا نلاقي الحقول المليانة، بس انا همشي دلوقتي بالعربية عشان سمعت ان في حقول يعني مستخبية كده اهوت، حقول تحت بير السلم. فهمشي دلوقتي بالعربية الف لي شوية، لقيتها خير وبركة، حلو رضا. ما لقيتهاش هنطلع على المكان اللي هو احنا متأكدين انه الحقول ديت فيه، المكان السياحي ابو 30 يورو. شوف احنا لقينا ايه؟ لقينا حقول التوليب اهيت. بسم الله ما شاء الله، يعني جمال الجمال بجد، جمال جمال جمال. شوف اهو ديت بقى بداية التوليب اهي، ديت لسه واحدة صغيرة اهيت لسه بتطلع. هي ديت الزرعة وهي صغيرة، كل ديت توليب هتطلع ان شاء الله. انا لسه مصور الانترو دلوقتي في المكان دوت، في الحقول اللي ورايا ديت. هي مش كبيرة قوي يعني، بس اهو تأدي الغرض. وانا يعني عملت حركة ديت لا يمكن لو انا كنت عملتها في مصر يعني. يلا اهي العربية اهي ماشي، العربية اهي ماشي، الباب اهو، الشباك مفتوح والعربية مفتوحة، الدرون اهو دوت. لو كان اتسرق كنت ضعت. طيب يا صديقي الصدوق، احنا توكلنا على الله اهو، رايح مكان تاني. بس المكان التاني دوت 2 إلا ربع من المكان اللي انا فيه دلوقتي، فاللي هو يعني هسوق كتير. هوصل هناك على الساعة 2 3 إلا تلت، وهنشوف هنلاقي الحقول الكبيرة ولا لا. هم يعني في الوقت دوت يعتبر شالوا المحصول زي ما بيقولوا، شالوا التوليب من الارض، بس في نفس الوقت يعني بيزرعوا جديد. فيعني برضو عشان كده هنلاقي شوية متشالين وشوية موجودين وشوية متشالين وشوية موجودين. ولو كانوا هناك موجودين وان شاء الله يعني هيكونوا موجودين، هقول لك يعني اصل التوليب ايه. لان الاصل بتاع التوليب عمرك ما هتتخيله. يعني هولندا هي اللي شهرت التوليب، بس التوليب نفسها مش هولندية. فاكتب لي تحت في التعليقات انت تتخيل اصل التوليب ايه. الطبيعة ديت شيء غريب، مهما كان لونها ايه شكلها برضو ما شاء الله حلو. وانا ماشي دلوقتي لقيت برضو الحقل دوت، بسم الله ما شاء الله، الوانه تحفة، خزعبلية، روعية بجد يعني. بسم الله ما شاء الله. يلا خلينا نمشي عشان انا ممنوع اقف هنا، ممنوع اقف هنا. بص 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 لقيت ايه، بص لقيت ايه، بص 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 لقيت ايه، بص لقيت ايه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. المساحة دي كلها مليانة توليب بجد، بسم الله ما شاء الله، بجد بجد بسم الله ما شاء الله. سيف من قلب حقول التوليب. طيب هو احنا متأخرين شوية، يعني هو فاضل ساعة دلوقتي، هنوصل الساعة 3 إلا ربع إن شاء الله بإذن الله يعني. بس احنا اتأخرنا شوية عشان احنا نزلنا صورنا شوية حاجات. بسم الله ما شاء الله تحفة بجد
يعني انا بصراحة، انا عن نفسي انا كسيف ما كنتش اعرف ان انا بحب الورد قوي كده. يعني يا بركاتك يا يوتيوب. وانا بفكر برضو انزل الفيديو دوت على الفيسبوك، فلو نزلته على الفيسبوك اعمل لايك وكومنت وشير، وما تنساش يعني تضيفني كصديق عندك على الفيسبوك يعني، او اعمل لي فولو. طيب هو انا كنت قفلت الفلوج دوت خلاص اصلا، بس يعني عشان انا كنت فاكر انه خلاص ما فيش توليب تاني هنا في المكان ومش عارف ايه، ويعني اللي هو احبطت شوية بصراحة. بس يعني يشاء القدر، يشاء القدر ان انا الاقي يعني حقول التوليب هنا، ولقيتها وبسم الله ما شاء الله المنظر تحفة تحفة. بص معايا كده، بص معايا كده. المقطع اللي انا بصوره دلوقتي دوت، اللي انت بتتفرج عليا فيه دلوقتي دوت، كان المفروض اصلا يكون يعني مش هتشوفه، بس اهو ادينا بنمشي وسط حقول التوليب. انت هتشوف دلوقتي برضو يعني في قفلة الفيديو بكلمك عن اصل التوليب ديت فين. يعني التوليب ديت مش هولندية، التوليب ديت مسروقة من دولة، ودولة جنبنا، دولة يعني قريبة مننا. يا سلام. ليها ريحة؟ لا ملهاش ريحة، بس مش مهم ان يكون ليها ريحة، المهم الشكل. يعني شكلها بصراحة تحفة. هو في هناك ألوان تانية، فأنا هشوف كده، هحاول إن أنا أروح هناك أشوف الألوان التانية دي. وبصراحة الريحة هنا تقرف، ريحة البهايم بقى بتاعتهم بقى والمجاري شوف، شوف القناة ديت مجاري، ريحتها استغفر الله العظيم يا رب. شوف يا صديقي بقى، شايف المنظر، بسم الله ما شاء الله، منظر تحفة. بس أنا للأسف مش هعرف أروح هناك. يعني أنا من شوية نطيت، بس النطة ديت مش هعرف أعملها. عايزني أنط النطة ديت؟ اعمل لايك. لو الفيديو دوت جاب 1500 لايك هنط النطة دي، وزي ما تيجي بقى. يلا 1500 لايك هنط النطة دي. نعرف نجيب ال 1500 لايك؟ أنا بصراحة ما أعتقدش، بس لو أنت تعتقد، أو لو أنت يعني تعرف تخلي الفيديو دوت يوصل ل 1500 لايك، يلا بينا. بس المنظر تحفة. وشوف دولت، كل دولت برضو توليب، بس سبحان الله لسه ما طلعتش، يعني كل ديت هتطلع ان شاء الله. تخيل انت بقى ساكن في بيت زي ده، بسم الله ما شاء الله، قدامك المنظر دوت، قدامك مزارع التولب، الحقول التولب، وهنا عندك البيت بتاعك، الصوبة بتاعتك اهي ورا. انا دلوقتي يعني خلاص، انا خلاص كده جبت اخري بصراحة. يعني انا مطبق من امبارح، وبصراحة مش شايف قدامي. ممكن اروح اطير الدرون شوية وبعدين هروح. كل دوت عشانك، انا مطبق ومش نايم. بس يلا، طول الفلوج دوت انت قاعد مستني الفقرة ديت، الفقرة ديت اللي هقول لك يعني التوليب ديت اصلها منين. يعني هولندا اشهر دولة مشهورة بالتوليب ديت. ليه؟ هم 400 مزرعة للتوليب هنا في هولندا. 400 مزرعة دولت بيعملوا ايه؟ دولت بيزرعوا 3 مليار وردة توليب. يا سلام، 3 مليار، هم 400 بس، 400 شخص قايمين ب 3 مليار توليب. يا سلام، توليب ديت بيصدروها يعتبر للعالم كله، فعلى طول شغالين. عشان انت زي ما انت شايف كده هوت، المساحات هنا مش كبيرة، فبيزرعوا بتطلع بيشيلوا على طول. يعني احنا تقريبا النهاردة جينا في وقت غلط، بس يلا مش مهم. تاني حاجة بقى، هي اصلها فين؟ يعني شوف، هولندا قايمة بالواجب في العالم كله، وبتصدر التوليب لدول العالم كلها، بس اصلها فين؟ الاصل بتاع التوليب يرجع
نرجع معانا للقرن ال17 يا صديقي، وقت يعني الدولة العثمانية ديت اللي احنا نعرفها دلوقتي بتركيا. الأتراك جم هنا والهولنديين راحوا هناك، وكان في بينهم تجارة كتير، يعني مصالح رايحة وجاية كده اهوت. وقاموا بقى الهولنديين قالوا ايه، الوردة ديت حلوة قوي، راحوا واخدين البذور بتاعتها في القرن ال17 وزرعوها هنا بدون ما الأتراك يعرفوا، يعني يعتبر كده سرقينها. أخدوا البذور ديت وزرعوها، وأول ما الورود بتاعتها طلعت الهولنديين أعجبوا بيها جدا جدا، فبقوا يزرعوا منها أكتر وأكتر 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 وأكتر. وبعدين بقى إيه، اتمدت بقى في أوروبا كلها. يعني أوروبا كانت يعتبر أول دولة تتشهر بالتوليب، وبسببها مين؟ هولندا. والأصل بتاع التوليب ده فين؟ تركيا. وصلنا لنهاية الفلوج. يا ريت تعمل لي لايك وتعليق حلو، وتشترك في القناة أو تضيفني كصديق لو الفيديو دوت نزل على فيسبوك. أنا بفكر أنزله الصراحة. واشوفك ان شاء الله الفلوج جاي، واحب اقول لك كان معك سيف مبابي من قلب هولندا. سلام.